أحلى حاجة عجبتني في الماتش ده إن أنت دخلت ما لكش علاقة خالص باللي حصل قبل توقف الدوري، ولا أكننا خدنا بطولة سوبر، ولا أكننا كسبنا الزمالك بالمدير الفني الجديد، ولا أكن المدير الفني ده كان أصلًا يعني لسه ما ربعنش مع الفريق ولا حاجة، لا، 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 ولا أي حاجة من الكلام ده. أنت الريتم بتاع الأهلي كان بطيء في أول الماتش، تحس إن الماتش مش هيخلص 4 خالص نهائي، لكن أنت قدرت بمنتهى الهدوء فريق شبيبة القبائل كان بيضرب شوية، لكن بمنتهى الهدوء، وتحس إن الماتش عدّى كده، عدّى وما حدش لمحه يا بيه، عدّى كده من غير أي مشاكل، ومن غير أي حاجة، وتحس إن هو إيه، ما كانتش ناقصة. يعني ما كانتش ناقصة إن أنت تقفل اليوم بنكد، لإن الواحد حَس بعد الجون يا بيه اللي لبسه الششتاوي يا بيه، الششتاوي يا بيه اللي واقف في الجون يا بيه اللي بيعترض على حسام حسن يا بيه، الششتاوي اللي واقف في الجون حسام ياسر إبراهيم بيقول له أنا مالي يا بيه، وأنا مالي يا بيه ما تصُد يا بيه، ما على أساس يعني إن هُم أول مرّة يلعبوا مع بعض، ما حدش فيهم فاهم التاني، يعني يعني الدنيا في المنيا خالص، بيبصوا لبعض كده اللي هو إيه ده، لماذا نحن هنا؟ يعني ما علينا يعني ماشي. الجول الأولاني اللي جابه تريزيجيه يعني في حاجة بس كده يعني عايزين نرجع بس كده خطوتين لورا، هو قبل ما بن شرقي ييجي وقبل ما تريزيجيه ييجي، مين الوينجات ها، اللي عندك في الفريق اللي كانوا بيلعبوا بدماغهم، مين؟ أحمد عبد القادر بيه؟ لأ، أستاذ حسين بيه الشحات؟ لأ، قفشة؟ لأ، مين؟ طاهر بيلعب براسه كل 9000 سنة مرة، فما كنتش تلاقي حد بيلعب بدماغه. تريزيجيه يا باشا جون في السوبر يا باشا دماغه، عايز إيه؟ جون النهارده بدماغه عايز إيه؟ لأ وعاجبني اللي هو إيه، أنا مش هافضل بقى واقف أعمل كده، لأ ما فيش الكلام ده، أنا هاخش أركب على طول، أركب الكورة وأحط في دماغي على طول في البعيدة، مش هاقعد بقى نهزر ونضيّع في وقت لا، 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 ما فيش الكلام بتاع الراجس والملايس اللي كان بيعمله واحد عندنا كده مش عايزين نقول اسمه، راح الزمالك وأنا ما راحش منتخب مصر ليه؟ ما علينا يعني. طيب الجون التاني بتاع محمد شريف ده، باحكي لك قصة قصيرة حزينة، كنت قاعد باتفرج أنا على الشوط الأولاني ده مع حد كده، اختلفنا قبل الجون اللي ييجي بتاع محمد شريف ده ما ييجي، اختلفنا إن محمد شريف ده أصلًا ليه رجع الأهلي، هو شايف إن هو ييجي منه، بأمانة هو مش أنا، محمد شريف ده ييجي منه وبتاع والدنيا وبتاع، قُلت له هو أنا جايبه يلاعب الزمالك بس؟ جايبه يجيب أجوان في الزمالك ويعمل أسيستات وحاجات في الزمالك بس؟ فين بقية الماتشات؟ فقام لاسع واحدة وجايب الجون التاني بعد assist بن شرقي. طيب محمد شريف لازم يفهم، يعني اللي أنا فاكره، يعني يا رب أطلع غلطان، إن هو ماضي 5 سنين، عقده اللي جه مضاه بعد ما رجع 5 سنين، لازم يفهم إن هو مش هيقعد منهم أكتر من سنتين، ده مبدئيًا يعني، مش هيقعد فيهم أكتر من سنتين، ده إذا كمّل أصلًا السنة دي، يعني إذا ما مشيش آخر الموسم. ليه؟ لإن أنت هتجيب مهاجم أفريقي، وهتجيب مهاجم محلي. أسامة فيصل بقى، إبراهيم دياباتي، أيًا كان مين اللي هتجيبه، أنت مش معتمد إن محمد شريف وجراديشار الاتنين بيمشّوا معاك الدنيا، ما ينفعش إن هُم يبقوا مهاجمين معاك على طول وتعتمد عليهم والتيتة في النانا والنانا في التيتة، ما فيش الكلام ده، يا بتمشّي بيهم الدنيا، بتمشّي بيهم وقت وخلاص وخلصنا، فلازم يفهم إن هو لازم يمِد في أجله في الأهلي، لإن جراديشار لو شافوا له بيعة أحلى مسا عليه، ومش عايزين يضيّعوا وقت معاه، خلاص، إحنا عايزين لعيبة جاهزة. أنت المنافس بتاعك اللي هو ماشي الزمالك الزمالك يعني بعد أنت ما كسبته ما ينفعش نطلع نتكلم عن الماتش، الزمالك أنت بتلاعب فريق ميت، ميت، خلاص، ذهب وسوف يعُد بقى لمّا ربنا يفرجها، تلاعب فريق المنافس بتاعك بيراميدز خلاص بقى بطل قاري دلوقتي، واخد دوري الأبطال، واخد لقب بطل ال3 قارات، واخد كاس مصر، يعني
ما بقاش بيراميدز بتاع زمان. تمام؟ طيب. فمحمد شريف الجون اللي جابه جون جميل، وايه اللاتش أو بص، يعني انت لو ما تعرفش ان محمد شريف اللي جاب الجون ده ايه ده محمد شريف التشكيله تلاقيه هو اللي جابه، يعني دي الاجوان دي بتاعته عادي. طيب الجون التالت بقى، معلش بقى احنا ايه، لازم ندي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه ولا شيء. الجون التالت اللي جابه تريزيجيه، يا عم تريزيجيه، يا مستر ار 2، يا حبيبي، انت شايف ان انت عندك ميزه في حاجه، تمام، زي ما قلت مع ابراهيم فاي، انت بتطور الموضوع وشايف ان انت عندك حاجه تشتغل عليها، حلو قوي الكلام ده. بس انت اما تجرب الار 2 دي 100 مره مثلا، 100، ومن ال 100 دول 20 بس اللي يبقوا فيهم خطوره، ويجي منهم 5 في الموسم كله، يبقى في حاجه غلط. يعني كتير، كتير قوي. وبعدين اصلا امام عاشور ما كانش قصده انه يريحها لك، هي تبقى خبطت في رجله، او هو لو قصده بقى تبقى حاجه يعني، يعني ايه، خلاص عرفنا مين عم ميسي، يعني فاهم اللي هو لو قصده، لان هي تبقى كانت متشاطه خبطت يعني. مش موضوعي اللخبطه جت في ايه، انا موضوعي ان انت بتجرب ار 2 دي اكتر ما بتجرب يعني الشاي بعد الاكل. خلاص، خلاص تعبنا، 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 اعصابنا تعبت، في حاجات تانية كويسه برضه، مش لازم ار 2. تمام. طيب كون بقى طبعا بتاع امام عاشور، يجي لك واحد بقى ايه، ملياسي، انا عارفه، بيشجع بيراميدز، وتقول لي ايه ده في ناس بتشجع بيراميدز، اقول لك اه يا بيه، قسما بالله اني انا الشهر اللي فات ده شفت 2 لابسين تيشيرتات بيراميدز، واحد في المهندسين وواحد في اكتوبر، يعني اكدب عليك؟ طيب. ولا واللوجو الجديد مش اللوجو بتاع الميليس الكبير الاعظم طل ملياسو، لا مش ده، واحد تاني اللي هو الجديد. آه الجون اللي جابه امام مشهودي هو الاحتفال بقى وبتاع وكده، انا عاجبني ان مفيش صوت، يعني ايه مفيش صوت، محدش سامع حس مشكله، عادي. امام عاشور وبرمضان بينزلوا من على الدكه، بغض النظر امام عاشور أنا لسه راجع وبتاع، بس مفيش مشكله. لو ان يعني، لو ان مع ان يعني ايه ديانجا كده تحس ان هو هاخد اول ميكروباص ويقوم معدي الناحيه التانيه عند استاد دفاع الجوي ويروح يمضي في بيراميدز يعني، باستثناء دي، بس غير كده ما بتسمعش صوت، مفيش مشكله خالص، والدنيا مريحة، والجو مريح، واحنا بنريح عشان احنا تعبانين احنا كمان، يعني مش عارف نعمل حاجة تانية. ده تمام قوي، ده جميل، ده حلو، استمر بقى، استمر. يعني ايه؟ والله لعيب عايز قرشين زيادة وانت مش هتعرف تعوضه، ها، هو عايز يقعد مش زي وسام، اديله يا باشا قرشين زيادة، هو تريزيجيه بياخد مبلغ وقدره، ضحى بمبالغ وقدرها برضه، محدش قال حاجة، خلاص بس بياخد مبلغ وقدره. انت ماشي كويس، والفضيحة اللي عملتها أول الموسم يعني يا مي أنا خلاص، معلش تتعوض، ولو إن يعني لما تتعوض محدش عارف هيبقى في الدنيا أصلا ولا لأ، ولا إيه اللي هيحصل يعني، ماشي، ده ريبيرو وكأس العالم للأندية والبتاع، ما خلاص، ما حصل خير، ولو إنه ما حصلش خير برضه يعني، بس أي حاجة، ماشي معلش لمهم بكرة وأقول لهم أي كلمتين في أي جملة يبقوا سندوتش ويلا. ماشي، ان انت جبت مدير فني عجلاتي اول الموسم، فيعني انت جايب دلوقتي واحد تمام، جود جوب يا مستر، اول ما تشوفه تقول له جود جوب يا مستر على طول، ما ينفعش يعني ما ينفعش تناقش معاه في اي حاجه. تمام. فالماتش اللي جاي هنشوف بقى الجيش الملكي خصم من افريقيا زول بتاع انا يهمني ان انت تلعب ماتش حلو هناك ان شاء الله، حتى لو ما كسبتش واتعادلت ما عنديش مشكله، بس تلعب ماتش حلو، شكلك كويس في الملعب، شكلك حلو، شكلك ان انت مش لا اصل احنا المدير الفني والله، بس اللعيبه الدوليه ما كانتش معاه في الطاقه في الدوله يا جماعه، وادالهم راحه والبتاع كلام بقى ايه الششتاويه،
الششتاوية للشناوي منهم. ده كلام الششتاوية يا بيه. انت ماسك الضمه ده عليه اضمها لك، اضمها لك يا حبيبي، ماسك العضله الضميه. شو مصطفى شوبير، شفت كام كوره يا سيدي؟ بلاش شوبير. الحادث اللي نزل مكان محمد الشناوي، شفت كان بيلعب ازاي؟ عشان الناس بتتضايق اما من يعني واحد بيجيب سيره احمد شوبير. خلاص سيبك من اسم شوبير خالص، ماشي. الحارس اللي نزل مكان الشناوي ده ايه رايك فيه؟ فشيخ على فكره، فشيخ وتنين بتاع. بص، الشناوي دخلت فيه واحده زي نفس الكوره لسه داخله فيه، يعني تقريبا نفس يعني كام، يعني ايه كام ياردة فرق؟ دي كانت 6 ياردة ولا 5 ياردة ودي 8 ياردة يعني. هو اصل انت يعني ده هبل ان الشناوي ما يبقاش فاهم ياسر ابراهيم، ولا ياسر ابراهيم فاهم الشناوي لحد دلوقتي. يعني الاتنين فاضل لهم موسم اصلا ولا موسمين ويروحوا يلعبوا في بيراميدز يكونوا مستقبلهم هناك، ماشي. فا ايه، مصطفى شوبير نزل يا باشا، شال يا باشا كل حاجه يا باشا، نظف. وبيغلط برضه، في حاجه، في واحد ما بيغلطش، بيغلط يا باشا عادي، من كريستيانو بيغلط عادي، بيغلط في حراسه المرمى، ما حدش قال حاجه. لكن الواد نزل من على الدكه يا باشا، ده ايه ده؟ انت كنت من اول الماتش ولا ايه؟ واحنا مش واخدين بالنا. عادي يا مش نازل من على الدكه عادي خالص، الدنيا تمام. بس وهنشوف بقى، في ظل ان الله العظيم تحس تحس كده ان امام عاشور وزيزو وبن شرقي، يعني اللي هو بيبصوا لبعض كده، اللي هو يا والله يليق بك الاحمر. شفت شفت شايف اللون الاحمر؟ بص بص كده اللي هو يا والله، ولعبنا في دوري الابطال يا اولاد. امام عاشور والسير وكده، والله وندفته، والله ولا نضفنا، بقينا نلعب في دوري الابطال وكل واحد فينا يجيب جون واسيست. ايه ده؟ فين ايام نيو ديهلي اللي كانوا بيلعبوه في الكونفدراليه يعني؟ فين ايام الفن الابيض الجميل؟ مفيش طبعا الكلام ده دلوقتي. يقول لك اصل شيكو بنزا كان قاعد بيشد، ما يشد يا اخي، وقع. ما يعني ما يعني هتفرق في ايه؟ يعني هو لو ما عملش كده يعني مستواه يفرق يعني مع الزمالك؟ في حاجه مش هيفرق معاه، ولا اي حاجه حصل، عادي يعني مش مشكله. كانوا بيقولوا على زيزو بيعمل كده زمان، ما خليه يشد يا عم، يعني نملنا. وعلى حد فينا هيحاسب على حاجه؟ مالناش دعوه دي.